اللهم احشر قال مع اجدادك القدماء المصريين اللي انت بتتباهى بيهم الكفره. مين قال لك ان اجدادي كفره يا رجل؟ اللهم احشرني مع اجدادي القدماء المصريين الموحدين يا رب. اللهم احشرني مع السيده هاجر ام سيدنا اسماعيل ابو العرب عرب الحجاز اللي تكريما لها الصفا والمروه. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. اللهم احشرني معاها يا رب. وتكريما لها ماء زمزم، هي اللي سمت زمزم قالت له زم. اللهم احشرني معاها يا رب. اللهم احشرني مع زوجة فرعون اللي المولى عز وجل ضرب بها المثل في القرآن الكريم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. اللهم احشرني معاها يا رب. الله تجمعنيش مع سراقة بن مالك اللي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة عشان يفوز بالجائزة اللي كانت عاملاها العرب 1000 ناقة على رأس محمد. اللهم لا تجمعني بي دنيا ولا آخرة هو ولا أحفاده يا رب. اللهم احشرني مع أجداد القدماء المصريين الموحدين اللي المولى عز وجل ذكرهم في القرآن الكريم. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون كده ينزلون من أعلى إلى أسفل على الأذقان سجدا من كتر الخشوع. وما تجمعنيش أبدا بالناس اللي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللهم لا تجمعنا بهم دنيا ولا آخرة هم ولا أحفادهم. اللهم آمين يا رب. اللهم احشرني مع سيدنا الخضر اللي النبي موسى عليه السلام راح يتعلم منه. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللي كان موجود في مصر. اللهم احشرني مع لقمان الحكيم اللي المولى عز وجل أتاه الحكمة وصورة في القرآن الكريم باسمه كان برضه موجود في مصر. اللهم احشرني مع نبي الله أدريس أوزوريس أول نبي دعا للتوحيد في الأرض وأول من خط بالقلم وأول من خط السياب كان موجود في مصر. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اللهم احشرني معاه يا رب. اللهم احشرني مع سحرة سيدنا موسى اللي لما عرفوا أن سيدنا موسى على حق آمنوا به فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اللهم احشرني معاهم يا رب. اللهم احشرني مع السيدة مريم العذراء البتول اللي بعد ما خافت من بطش الملك والرومان جابت الطفل الرضيع وجات على مصر. وتكريما ليها المولى عز وجل ذكرها في القرآن الكريم وصورة في القرآن الكريم باسمها. والملائكة نادتها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.